محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إذاعة الجمهورية اليمنية من إب تقدم أصحابي كالنجوم. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. برنامج يومي يعده ويقدمه لكم خالد ناجي الفقيه. أحبتنا المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي أصحابي كالنجوم، فأهلا وسهلا بالجميع. عبد الله بن مسعود. مستمعين الكرام، قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم كان عبد الله بن مسعود قد آمن به، وأصبح سادس 6 أسلموا واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. هو إذن أحبتنا من الأوائل المبكرين للإسلام، ولقد تحدث عن أول لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقالا: يا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ فقلت: إني مؤتمن ولست سأسقيكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شاة حائل لم ينزع عليها الفحل؟ قلت: نعم. فجئتهما بها، فاعتلفها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها، ثم أتاه أبو بكر بصخرة متقعرة فاحتلب فيها، فشرب أبو بكر ثم شربت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع: اقلص، فقلص. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقلت: علمني من هذا القول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. ولقد انبهر عبد الله بن مسعود حين رأى عبد الله الصالح ورسوله الأمين يدعو ربه ويمسح ضرعا لا عهد له باللبن بعد، فهو يعطي من خير الله ورزقه لبنا خالصا سائغا للشاربين. وما كان يدري يومها أنه إنما يشاهد أهون المعجزات وأقلها شأنا، وأنه عما قريب سيشهد من هذا الرسول الكريم معجزات تهز الدنيا وتملأها هدى ونورا.
بل ما كان يدري يومها عبد الله بن مسعود أنه وهو ذلك الغلام الفقير الضعيف الأجير الذي يرعى غنم عقبة بن معيط سيكون إحدى هذه المعجزات يوم يخلق الإسلام منه مؤمنا قويا بإيمانه يهز كبرياء قريش ويقهر جبروت سادتها، فيذهب وهو الذي لم يكن يجرؤ أن يمر بمجلس فيه أحد أشراف مكة إلا مطرق الرأس حثيث الخطى. يذهب عبد الله بن مسعود بعد إسلامه إلى مجمع الأشراف عند الكعبة، وكل سادات قريش وزعمائها هنالك جالسون، فيقف على رؤوسهم ويرفع صوته الحلو المنير بقرآن الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. ثم يواصل قراءته وزعماء قريش مشدوهون لا يصدقون أعينهم التي ترى ولا آذانهم التي تسمع، ولا يتصورون أن هذا الذي يتحدى بأسهم وكبرياءهم إنما هو أجير واحد منهم وراعي غنم لشريف من شرفائهم. نعم، هو عبد الله بن مسعود الفقير المغمور. ولندع شاهد عيان يصف لنا ذلك المشهد المثير. إنه الزبير رضي الله عنه، حيث يقول: كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذ اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش مثل هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن الرجل منكم يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرته يمنعونه من القوم إن أرادوه. فقال عبد الله بن مسعود: دعوني فإن الله سيمنعني. فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، فقام عند المقام ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، رافعا صوته، ثم واصل نداءه: الرحمن علم القرآن. ثم استقبلهم يقرأها فتأملوه قائلين: ما يقول ابن أم عبد هذا؟ فيرد آخر: إنه لا يتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهه وهو ماض في قراءته حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم عاد إلى أصحابه مصابا في وجهه وجسده، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. فقالوا له: حسبك، فقد أسمعتهم ما يكرهون. أجل أحبتنا المستمعين الكرام، ما كان ابن مسعود يوم بهره الضرع الحافل باللبن فجأة وقبل أوانه، ما كان يومها يعلم أنه هو ونظراؤه من الفقراء والبسطاء سيكونون إحدى معجزات الرسول الكبرى يوم يحملون راية الله ويقهرون بها نور الشمس وضوء النهار. ما كان يعلم أن ذلك اليوم قريب، ولكن سرعان ما جاء اليوم ودقت الساعة، وصار الغلام الأجير الفقير الضائع معجزة من المعجزات. لم تكن العين لتقع عليه في زحام الحياة، بل ولا بعيدا عن الزحام، فلا مكان له بين الذين أوتوا بسطة من المال، ولا بين الذين أوتوا بسطة في الجسم، ولا بين الذين أوتوا حظا من الجاه، فهو من المال معدم، وهو في الجسم ناحل ضامر، وهو في الجاه مغمور. ولكن الإسلام يمنحه مكان الفقر نصيبا رابيا وحظوظا وافية من خزائن كسرى وكنوز قيصر، ويمنحه مكان ضمور جسمه وضعف بنيانه إرادة تقهر الجبارين وتسهم في تحويل مصير التاريخ، ويمنحه مكان انزوائه وضياعه خلودا وعلما وشرفا تجعله في الصدارة بين أعلام التاريخ. ولقد صدقت فيه نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم قال له: إنك غلام معلم، فقد علمه ربه
حتى صار فقيه الأمة وعميد حفظة القرآن جميعا. يقول عبد الله بن مسعود عن نفسه: أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. انتهى كلام عبد الله بن مسعود. ولكأنما أراد الله مثوبته حين خاطر بحياته في سبيل أن يجهر بالقرآن ويذيعه في كل مكان بمكة أثناء سنوات الاضطهاد والعذاب، فأعطاه سبحانه موهبة الآداء الرائع في تلاوته والفهم السديد في إدراك معانيه. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه أن يقتدوا بابن مسعود فيقول: تمسكوا بعهد ابن أم عبد. صدق رسول الله. ويوصيهم بأن يحاكوا قراءته ويتعلموا منه كيف يتلون القرآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، وما زالت رحلتنا متواصلة في سيرة عبد الله بن مسعود، نستكملها في الحلقة المقبلة بإذن الله. نستودعكم الله. قدمنا لكم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود أصحابي كالنجوم. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمدا وبذاك قد خصوا من الوهاب. برنامج يومي يعده ويقدمه لكم خالد ناجي الفقيه.